العديد من البرامج اليمنية الترفيهية والإنسانية التي ستعرض لكم هذا العام على الشاشة اليمنية. لكن قبل البدء نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الإشعارات. سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن أبرز 8 برامج يمنية تم التأكد من عرضها خلال شهر رمضان المبارك، وعن البرامج التي انتهت مواسمها وسيعرض بدلاً منها برامج جديدة. الأول برنامج خاطرك مجبور، الموسم الخامس، برنامج إنساني يقدمه الإعلامي الرائع عبد اللطيف الزيلعي الذي يستمر في تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية لأبناء الوطن. سيعرض على قناته على يوتيوب بالإضافة إلى صفحة خاطرك مجبور على فيسبوك في رمضان 2025. خاطرك مجبور الموسم الخامس يأتيكم كل يومين خلال شهر رمضان المبارك. الثاني برنامج جديد وبديل عن برنامج طائر السعيدة للإعلامية الرائعة مايا العبسي. سيكون البرنامج مختلفا تماما عن برنامج طائر السعيدة الذي انتهى عند الموسم السادس في العام الماضي. صرحت الإعلامية مايا العبسي عبر صفحتها على فيسبوك عن وجود برنامج جديد ومختلف عن المواسم السابقة من حيث تعدد الفقرات. كما كشفت قناة السعيدة في برومو تشويقي عن بعض الفقرات التي سيقدمها البرنامج، وتم تصويره في معظم المحافظات اليمنية بالإضافة إلى تصويره خارج اليمن تحديدا في إثيوبيا. سيعرض البرنامج على قناة السعيدة، وتفاصيل أكثر حول اسم البرنامج سنتحدث عنها قريبا في الفيديوهات القادمة. الثالث برنامج اضحك من قلبك، الموسم الثاني، برنامج ترفيهي للمقدمين الرائعين توفيق الأضرعي ومحمد نعمان. برنامج اضحك من قلبك حظي بإعجاب الكثير من الجمهور اليمني في جزئه الأول، وفي هذا العام سيعرض الجزء الثاني على شاشة قناة المهرية. 4 برنامج جديد للإعلامي غازي حميد. لم يتم الكشف عن اسم البرنامج حتى الآن، لكنه سيكون للإعلامي الرائع غازي حميد الذي أبدع وتألق في برنامجه الأخير غازي في الخير. هذه المرة يظهر بعمل جديد ومختلف عن كل الأعمال السابقة. تفاصيل أكثر حول البرنامج سنتحدث عنها في الفيديوهات القادمة. الخامس برنامج رحلة حظ، الموسم السابع، برنامج مسابقات جماهيري يقدمه الإعلامي الرائع خالد الجبري. يستمر البرنامج في رسم البهجة على وجوه المتسابقين والجمهور من خلال فقراته المتنوعة ومسابقاته الممتعة. سيعرض هذا البرنامج على قناة يمن شباب. السادس برنامج تراحموا، الموسم التاسع، مجال الإنساني الاجتماعي تراحموا، برنامج إنساني وخيري يقدمه الإعلامي عبد الملك السماوي. البرنامج مستمر في الموسم التاسع على التوالي، وسيعرض على قناة السعيدة. السابع برنامج هجمة مرتدة، لن يعرض هذا العام إذ انتهى في رمضان الماضي، لكن الإعلامي حسن الجفري يعمل على برنامج جديد سيعلن عنه قريبا. الثامن برنامج جديد للمبدع سفيان المطحني. هناك أخبار تؤكد أن المذيع سفيان المطحني لديه برنامج جديد سيعرض خلال شهر رمضان على قناة المهرية. تفاصيل البرنامج ستكشف قريبا. تابعونا في فيديوهات قادمة لاستعراض المزيد من البرامج الجديدة والمميزة لهذا الشهر الفضيل. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب، الاشتراك بالقناة، وتفعيل الإشعارات ليصلكم كل جديد. ودمتم في أمان